غلطة رقم 7: تجاهل العزل يا اخوانا. تجاهل العزل هيعمل لك مشاكل مع الجيران، وهيعمل لك مشاكل مع المدام. ايه بقى اللي هيعمل لك مشاكل مع الجيران؟ العزل بتاع الميه. لو ما عملتش عزل للحمامات والمطابخ والاي ويت كورز عندك في المكان، استعد لمعركة ضارية ما بينك وبين الجيران، انك بتنقط عليهم. وده يعني حتى مش من حسن الجيرة ومن حسن الاخلاق بتاعتنا. فاتأكد تماما ان انت لا ضرر ولا ضرار، لا تأذي نفسك ولا تأذي جارك. اعزل الحمام كويس، اعزل المطبخ كويس من المية، واختبره كويس. اقل وقت الاختبار العزل المائي 48 ساعة. لو ما لقيتش المية نقصت تختبره بمية، ما تقولش انا عزلت وتمام، بتختبره بمية. لو ما لقيتش المية نقصت انت تمام وعشرة على عشرة، وجارك هيشيلك على دماغه طول العمر. طب ايه اللي يعمل لك مشكله مع المدام؟ لو انت مثلا ساكن في دور اخير وما عزلتش عزل حراري، لان هتعيش في الشوايه حرفيا طول الصيف. هتحس ان انت فرخه شمرت مقلوبه في وسط الفرن. فاتاكد برضو ان انت يعني ما تضيعش الطبخه على بربع جنيه ملح. اعزل الحوايط، اعزل السقف بتاعك ضد الحراره كويس جدا. واتمنى لك صيف جميل، على الاقل هتوفر في فاتوره التكييف. يا جماعه، استغل ان انت بتستمع لمهندس منوفي وشوف هيوفر لك. المهندس توفيق شاهين، واهلا بيك في تي سكوير.